النهارده بقى هعمل معاكم احلى الحاجات. النهارده التفريز مش ان هو لحمه وفراخ في الغلا اللي احنا فيه ده. النهارده الناس بتقدر تجيب الفرخه على قد اليوم، اللحمه على قد اليوم، مش لازم نفرزه لحمه وفراخ. على قد معيشتنا بنمشوا يا حبايبي، على قد بيتنا نمشوا. عملت النهارده كيلو من الفول ده، بليته وعملته طعميه ما شاء الله، وكيستها في البيت كده ما شاء الله عليه، وكيستها. وكان عندي طماطم طيبه عملتها معاكم كمان في الفيديو، وبدنجان عملته من غير ندعي. شو مش عايزه اقول لك حبه زيت صغيرين، هتقولي عليه مشوي تقولي عليه مالي، لا ما فيهوش زيت كتير. وده طبق الفول الجميل اللي عاملاه بالدقه تحت العربيات، الزبده العسل والله مزبت. شوفوا عسل كده سايبه من بعضها ازاي، فول زي العسل بالطحينه والدقه. وده فيديو بتاعي النهارده، اتفضلي وتشوفيه واوعي تفوتيه الا لما تشوفيه. كل كلمه فيه هتوصلك لمعلومه احسن واحسن. وكل سنه وانتم طيبين. اتفضلوا تكون مشاهده سعيده عليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. النهارده بصب عليكم أحلى صباح، وكل سنة وانتم طيبين، وينعاد علينا وعليكم بالسعد والهنا يا رب أجمعين. بصوا بقى النهارده هنعمله شويه فول السحور زي العسل كده. الفول علشان تطيبيه حلو لازم تمسكيه تغسليه وتنقعيه من بالليل. يعني انا جبته بالليل، مسكته غسلته كم مره ونقحته لحد الصبح. شوف الفوله لحد ما بقت ناعمه. ما دام الفوله نعمت كده مش مكرمشه، اعرف ان الفوله مش هتغيب نص ساعه على النار. ودي كلمه مني انا اهي. شوفي الفوله طيبه وفتحت من القشره بتاعتها ما شاء الله. شوفي الفوله عامله ازاي اهي. وتختاري الفوله البلدي اهي ما شاء الله، البيضه الحلوه ده. ما تجيبيش دايما الفول الاسمر، هاتي الفوله البلدي اللي هي البيضه المربعه الحلوه ده اهي. اعرفي ان الفوله ما دام ناعمه معاكي كده اهو بعد ما بلتيها مش هتاخد معاكي اي حاجه، ولا هنحط رز ولا نشا ولا الكلام اللي احنا بنعمله ده كله. وهوريكم شويه فول زي العسل. الميه بتغلي معايا اهي، ادي الميه بتغلي اهي. وهنزل بقى بالفول والميه بتغلي، وزودي كميه الميه تغلي معاكي مع الفول. هتقومي موطيه عليه نار سهرايه كده، سيبيه ياخد ويدي مع بعضه. هيتاكلي احلى طبق فول ممكن تاكليه. ليه بقى؟ ما تعليش النار بالذات على الفول، ما تعليش النار على الفول. كده خلصت، نزلت بالفول اهو. 3 فصوص من التوم. هتحطي عصره ايه؟ ليمونه كامله. الليمون بيمنع الاكسده ويمنع سواد الفول اهو. تحطي الليمونه كامله اهي بعد ما تعصريها وشايله منها البذر طبعا، وتسيبها كده. وبعد ما الفول يطيب هتشيلي الليمونه وترميها. طماطمايه مبشوره اهي، ده اهو جزر مبشور، ومع الجزر بابريكا وكركم. كل ده نزليه مع الميه وسيبيه بقى هيغلي. وطي عليه النار وسيبيه. هعمل معاكم عجينه الطعميه واوريكم الطعميه كمان. وهعمل معاكم كمان شويه طماطم هصلصلها معاكم كده خليها جميله اهو. كده هسيب الفول بقى مع نفسه ويغلي. هتقومي موطيه على النار وسيبيه بقى مع نفسه ياخد ويدي كده بشكل ودي. الطماطم اهي ما شاء الله. هتمسكي الطماطمايه تغسليها وتقومي قطع الحته اللي فوق ده اهي كده اهو، وتقومي عاملاها بس كده 4/4 وتسيبيها في الحله. وتحطي عليها معلقه سكر، معلقه واحده سكر كده اهو. انا هخلص الكميه واوريكم بعد ما اخلص. كده خلصت كميه الطماطم اهي. مع الطماطم حطي معلقه واحده سكر، معلقه ده سكر، معلقتين ميه، معلقتين 2 بس صغيرين كده. ومع الميه والسكر هتحطي معلقه واحده زيت. كل الحاجات دي مواد حافظه للطماطم وبتدي للطماطم بتخليها عسل كده اهي. معلقه ونص زيت. سيبيها بقى وغطيها وتاخد وتدي مع نفسها كده. هوريكم بقى عجينه الطعميه معاكم. يبقى كده علقنا على الفول اهو ما شاء الله. شوفي لونه، ولا لون ولا اي حاجه والله. وادي الطماطم ما شاء الله اهي مع بعضها اهي. هنا اهو هعمل بدنجان اللي هو البلدي العرايس الجميل ده اهو. اهو ما شاء الله عسل اهو. هتجيبي بس السكينه وتقومي فاتحاها كده اهو، والطاسه اهي هتقومي نازله كده اهو. وهوريكم هتعملوها بطريقه ايه جميله كده. انا فتحته كله بمعلقتين بس زيت وتكمريه. هيطلع معاكي بقى شويه بدنجان عسل، شويه دقه بقى كده. وادي معلقتين بس زيت، ما تحطيش زيت يعني، انا مش عايزه زيت كتير. معلقتين بس اهو. بصوا معلقه اهي، وادي كمان معلقه. وهتكمريه بنص كوبايه ميه. هتشوفي بقى احلى شويه بدنجان
ممكن تاكليه. اهي نص كوبايه ميه اهي، وتقومي حاطه عليها كده، وهتقومي جايبه غطا وسايباه، وهتسيبيه بقى ياخد ويدي مع بعضه كده. وهوريكم بقى الطعميه. وادي الطعميه، مسكت الفول برضو بتاع الطعميه، بليته من بالليل لحد الصبح. وادي ربطه الكراب ده من عند اي واحده بتبيع خضره وحاجات من دي. ومعايا بصلتين لان دي كيلو فوق اهو، هتخرطيه صغير كده اهو مع في الكبه كده اهو. ادي بصله وادي كمان بصل ما شاء الله. وادي 4 فصوص من التوم اهو. كده يبقى احنا ايه، قلبنا كل ده اهو مع بعضه كده اهو، وفي الكبه وتنزلي بيها وتاكلي احلى شويه طعميه عسل كده ما شاء الله عليه. خلاص ادي الكبه اهي، حبه ميه صغيرين بس مش كتير، انا مش عايزه عجين، مش عايزاها ميه. شوفي حبه ميه تحت صغيره اهو، ما يجيش 3 معالق بس، لا ما يكملش كمان. وهنزل بالايه، بالعجينه الطعميه اهو. وما بحبهاش خضرة قوي، لما بتبقى خضرة قوي بتبقى غامقه في التحمير، ما تغمقيش الخضار بتاعها ما شاء الله، ما تغمقيش الخضار. وهتقومي ايه ظبطه الكبه اهي اهو ما شاء الله اهي. وتشغلي بقى كده اهو، تطلع معاكي احلى طعميه. ولا نشتري الطعميه ب 3 جنيه ولا مش ب 3 جنيه اهو. وكده ايه خلاص الطعميه اهي ما شاء الله، هي جميله احلى شويه طعميه اهي. هوريها لكم اهي عسل. شوفوا الكبه ما شاء الله اهي. وتقومي نازله بقى في الطبق كده اهو، كده اهوت اهو. الطعميه ما تنعمهاش قوي، ليه بقى؟ الطعميه لما بتنعم قوي بتبقى مكتومه في التحمير، انما الخشنه بتبقى حلوه كده ومفروله وجميله اهي ما شاء الله اهي. شوفي عسل اهي ما شاء الله، جميله جميله جميله. واللون ده اهو حلو، لا هي غامقه ولا هي فاتحه. هخلص بقى الكميه كلها واوريها. وكده الطعميه ما شاء الله بعد ما خلصتها هعبيها بقى في اكياس وهحطها في الفريزر. وادي الصلصه الجميله اللي انا عاملاها قدامكم اهي ما شاء الله. شوفوا عسل، شويه صلصه بقى في اكياس بقى وترمي في الفريزر. انا ضربتها بالهاند بلندر وصفيتها بالمصفى، وادي ايه كده في الاخر ما شاء الله دي النتيجه بتاعتها، عسل عسل عسل. وادي البتنجان اللي انا عاملاه بمعلقه واحده زيت، حبه زيت صغيرين. شوفي الطاسه بتاعتها تقولي مشوي اهو، هتقولي مشوي مش هتقولي مقلي ما شاء الله. وكده هحشي معاكم الدقه بتاعته اهي دهيت. دهي توم وكمون وملح وفلفل اخضر وعود خضره على كزبره ما شاء الله. شويه بقى دقه على ليمون اخضر كده تحفه كده اهو ما شاء الله عليه. وتحشي بقى كده اهو بتنجان كده، امسكي البتنجانه طيبه زبدي والله مزبده بايدي كده ما شاء الله اهي. وتحشيها بقى بالدقه كده اهو ما شاء الله اهي. وتقومي برضو حاطه ليمون عليها برضو اهي، وشويه جزر كده اهو من على الوش. شوفوا شوفوا بقى احلى من كده بتنجان والله العظيم. شويه بتنجان تحفه كده، نفس النظام اهو. هتحشي كده وادي الليمون عسل، تقولي عليه مشوي تقولي عليه مقلي تقولي عليه زي ما تقولي، شويه بتنجان تحفه كده اهو. عسل عسل عسل، مش هتندمي ان انت عملتيه. مش هيحرق بقى صدرك من الزيوت والحاجات ديت، لان محطوط حبه زيوت لا يعني زيت لا يذكر يعني مش كتير، ما هوش كتير. وهعبي بقى الصلصه وهعبي الطعميه وهوريكم الفول بقى بعد ما يطلع. كده خلاص خلصنا والبتنجان والحاجات كلها. هبدا اعمل بقى شويه دقه للفول بس عسل كده. 4 فصوص توم، وادي قرن فلفل اخضر حامي او بارد بقى على حسب ما انت هتاكليه، العيال بقى بتحبه. وعود خضره اهو ما شاء الله. انا عايزه العيدان بتاع الورق بس، مش عايزه العود اللي فوق. كل ده اهو مع شويه كمون بس لازم تدقوهم بقى ايه نعموهم خالص. وشويه كزبره لازم بقى يتنعموا تنعيمه حلو، معلقه كزبره كده
حبه كزبره خلي حياتكم منوره. كل ده اهو مع حبه خل اهو، مع حبه زيت اهو، مع حبه ملح. كل دي تبقي منعمين مع ايه كمان؟ مع ليمونه اهي ما شاء الله. بالله شويه دقه للفول ما هتندمي ابدا ان انت عملتيه اهو ما شاء الله. نعميه بقى جامد كده اهو. وادي الفول ما شاء الله، الله اكبر عليه. شوفوا الفول ولون الفول وجمال الفول، شوفوا ما شاء الله، شوفوا الله عليه مزبت كده قسما بالله. شوفوا اهو والله زبده، كلمه زبده شويه عليه والله سايب من بعضه اصلا. الفوله سايبه من القشر، ما خدش حاجه في الطياب. وشوفوا سمكه تقيل ازاي، ولا نشا ولا الكلام اللي هما بيحطوه ده ما شاء الله عليه. انا بحب الحاجه كلها طبيعيه كده ما شاء الله. يغرفي بقى كده اهوت، ولما يبرد تكيسي وترمي بقى في الفريزر. شوفوا ما شاء الله على طبق الفول. شوفوا الفوله بيضه بيضه بيضه، كلمه بيضه شويه عليه اهي. هنطلع بقى بالليمون ده خلاص كده عمل اللي عليه ما شاء الله. شوفي طبق الفول عامل ازاي. انزلي بقى عليه بايه بقى؟ انزل عليه بحبه طحينه كده زي العسل كده اهو كده ما شاء الله عليه. حبه دقه من اللي انا عاملاهم الجميله اللي انا عاملاها ديت ما شاء الله عليها وعلى جمالها. شوفوا الدقه يا ولاد، شوفوا الله الله على الدقه الجميله دي. كلي احلى طبق فول ممكن تاكليه في حياتك اهو. شمي بس ريحه الدقه كده وانا واقفه، والله ريحتها تحفه طالعه تحفه علي. والله الكاميرا ظلمه شكل الفول، يعني لونه في الطبيعه والله افتح واحلى من كده. شوف انا بحلف لك بالله ما شاء الله. شوفي اهو جميل جميل جميل، سمك بياض طيب زي الزبده ما شاء الله ما شاء الله. عسل بقول لك الفوله سايبه والله سايبه. شوفي سايبه من بعضها من كتر ايه طياب الفول اهو ما شاء الله. اذا عجبكم بقى الطريقه ديت اعتمدوها، وكل سنه وانتم طيبين وينعاد علينا وعليكم يا رب بالخير واليمن والبركات. ادي الطعميه الجميله اللي انا عملتها معاكم، ادي الصلصه، ادي البتنجان، وادي الطبق الفول، وادي حله الفول كلها ما شاء الله اهي. شوفوا زبده اهي، وعملت معاكم دقه اللي بتاعت الفول بتاعت العربيات، وشويه الطحينه اللي حطيتها على طبق الفول. ودي كان النهارده حاجتنا النهارده للسحور النهارده. كل سنه وانتم طيبين وينعاد علينا وعليكم بالخير يا رب، ومع الف سلامه.